وازيكم عاملين ايه؟ طبعا انتوا فاكرين بقى النهارده ان انا جاي اقول لكم عمر حرب ده شيطان، وكان اسقاط بقى على فكرة ادم لما خرج من الجنة، وخالد ده هو ادم، وعمر حرب ده ابليس، وابوه اللي ما بيفتحلوش ده بقى انا مش جاي اقول لك كده. انا جاي انضف لك الفيلم، وجاي اعالجهولك من الثغرات اللي فيه، واكلمك تحديدا عن عمر حرب. بس قبلها خلينا متفقين ان الفيلم ده سيء، سيء على المستوى الاخلاقي والديني والدرامي والمنطقي. ما تفكرش انك تشوفه، هتشيل ذنوب على الفاضي. بس خلينا نمسك النقاط اللطيفة اللي فيه، وهما نقطتين: الأداء التمثيلي لخالد صالح رحمة الله عليه، وبعض الحوارات كانت مكتوبة كويس. انت شكلك كده بتضطرني وعايزني اتكلم في اخطاء الفيلم وعيوبه، واقولك ان الفيلم قدم خلط بين الرعب وبين الاسقاطات المسرحية المباشرة المبالغة، وبين الطابع التجاري والدرامي والتراجيدي، وخلط دول وقدم الرعب على الهامش وقدم الخرق على الهامش، وسابنا متحيرين ده شيطان ولا مش شيطان، طب دي مسرحية ولا فيلم. لا، مش هقول لك الكلام ده. انت عاوز تجرني لمشاكل يا لئيم. مش هقول لك لا، مش هقول لك لا ان الفيلم حط فانتازيا الدراما ما تستدعيهاش. مش هقول لك الكلام ده، مش هقول لك كلام عمر ابو المجد ده. ببساطة الفيلم عبارة عن خالد بيسيب بيت أهله وبيروح يشتغل في كازينو للقمار تحت إدارة الرئيس عمر حرب. حرب بيلاقي في خالد اللي ما بيلاقيهوش في كل اللي شغالين تحت إيده، فبيحاول طول الوقت إنه يجذبه لصفه ويضمن ولاءه. مين هو عمر حرب؟ عمر حرب ظاهريا في الفيلم هو مدير كازينو للقمار في مصر، عنده سلطة رهيبة وصيت كبير وسمعة بين الكازينوهات ورجال الأعمال. عنده قدرات خارقة فانتازية غير مبررة، وعنده سيطرة رهيبة على ردود أفعال الناس اللي حواليه، أشبه بالتنويم المغناطيسي. عنده كاريزما وطلة وهيبة، اللي حواليه بيسكتوا، بيخضعوا لكلامه، مش بيقدروا يرفعوا صوتهم على صوته، مش بيقدروا يبجحوا فيه. الرئيس عمر حرب ما بيحبش يستخدم قدراته الخارقة على العلن، ما اضطرش يستخدمها غير مثلا في موقف الكلاب اللي هجمت عليه لما رفعت سلطهم عليه، اضطر يوقفهم علشان ينجو. ما انتقمش بنفس الوسيلة اللي وقف بيها الكلاب، بل انتقم بوسيلة آدمية طبيعية، إن هو سلط عليه الناس هشهشوه لحد ما كسحوه، لأنه كان حابب يحافظ على هيئته البشرية. الرئيس عمر حرب، أنا عارف أنت عايز تعرفوني، ببساطة هو كان خليط بين أم بشرية وأب شيطان. كان له أم من آلاف السنين، إنسانة بشكل ما عشقت شيطان واتجوزته، واتولد هو وأخ تاني اسمه لوجين. طبعا عمر حرب ده مش اسمه الحقيقي اللي اتولد بيه، ولكن هناديه طول الفيديو عمر. عمر حرب وأخوه كان ليهم عدد هيئات بشرية معين، عدد أجساد بشرية معين في عدد حيوات مختلف. يعني الحياة دي هو في جسم بشري معين بيموت، الجسم البشري بيموت وروحه بتفضل موجودة في الدنيا، بيبدأ يتلبس أو يتجسد في جسد تاني، مش بيتلبس، بيتجسد في هيئة بشرية تانية، في حياة تانية، في زمن مختلف، وما إلى ذلك. جسد بيسلم جسد، وهيئة بشرية بتسلم هيئة بشرية، وكذلك أخوه. في فترة عمر حرب دي كانت آخر هيئة بشرية متبقية لعمر إنه يتجسد فيها، دي الفرصة الوحيدة اللي فاضلة، بعدها مفيش أجساد، بعدها الموت. عمر مات في كل الهيئات البشرية السابقة، كانت في أزمنة متوالية ورا بعض، وكان قدامه فرصة واحدة علشان يقدر يحصل على حياة كمان في جسد بشري جديد بعد ما حياته الحالية تنتهي، إنه يغوي شخص تحت جناحه ويكون موالي ليه، بيضمن له الولاء ويستخدمه كأداة وبيسمع كلامه، ولكن عن طريق الاقتناع والرضا التام، مش بالسيطرة على العقل، مش بالإجبار،
مش بالتخويف، مش بالترويع، فقط عن طريق القبول. دي كانت مهمة عمر حرب في كل الحيوات السابقة اللي عاش فيها، وللأسف في كل الحيوات دي وفي كل الهيئات البشرية اللي تجسد فيها كان بيموت من غير ما يحقق الهدف ده. مكانش بيقدر يقنع حد عن رضا تام واقتناع إنه يكون موالي ليه. عمر كان هدفه في الهيئة البشرية الأخيرة اللي هي باسم الرئيس عمر حرب إنه يقنع خالد اللي هو قام بدوره هاني سلامة. خالد كان التارجت بتاع عمر، كان مطلوب منه إنه يبقى بيمارس له الولاء والطاعة، ولكن عن اقتناع ورضا تام. الموهوبين، أصحاب الأحلام والقدرات الخاصة. حرب صنع كل مجد الكازينو ده وأغوى كل رواده إن هم يقولوا علشان يحصل على خالد. كل العالم ده اتعمل علشان يجذب خالد تحت سيطرته. عمر كان سهل عليه إغواء العوام بسهولة، إن هو يسيطر عليهم أو يسيطر على عقولهم أو يجبرهم إن هم يملوا الكازينو ويزوروه. لكن الصعوبة كانت بتكمن في فكرة إنه يقنع حد ويكون راضي تماما ومتقبل. مدار سنين أغوى آلاف لارتياد الكازينو عشان يبقوا مجرد طعم يجتذب بيه خالد في الوقت المناسب. حط شروط وصعبها على نفسه، إنه يخلي مرتادي الكازينو من أصحاب الجنسيات الأجنبية، ووسوس لكل واحد بالطريقة اللي ينضم بيها للكازينو تكون إزاي، ما عدا خالد. كانت قدرته عليه محدودة، مجرد إنه فقط يهيأ له الوسيلة إنه يدخل الكازينو ويشتغل فيه. عمر حرب كان حاطط احتمالية إن الجسد اللي هو عايش فيه ده يكون آخر جسد عايش فيه على وش الدنيا، ويكون بعدها الموت. علشان كده هتلاقيه كان بيحط تحديات وعقبات لنفسه، زي فكرة الجنسيات الأجنبية لمرتادي الكازينو، وإنه يحط تحديات عن طريق إن يبقى في ناس بتخالف إرادته علشان يستعرض قدراته قدام نفسه لو دي هتكون آخر مرة. يبدأ خالد يدخل الكازينو فعلا، وبيبدأ عمر يحاول يحط برضه تحديات يقدر من خلالها يلوث خالد ويوقعه في الخطيئة، وفي نفس الوقت يصعب الأمور على نفسه عشان هو بيعشق التحدي. فهتلاقي زينة وحبيبة بيقعوا في حب خالد بوسيلة مقصودة وغير مباشرة من عمر حرب لتحويل خالد لشخص مغسول بالخطيئة، كمان عشان يبدأ خالد ينحرف علشان خاطرهم ويكسر أوامر عمر حرب إنه يشتغل لصالح نفسه من الباطن. القمار كان وسيلة لإفساد حياة العوام اللي هم الأهداف الثانوية لعمر حرب، يعني أخسر في اللعبة فأعوز أعوض، فأخد فلوس من الناس اللي بحبهم بالعافية، فنخسر بعض أنا وهم. لما خالد بدأ يفرح في حاجة زي دي، لما العريس والعروسة اتطلقوا في صالة القمار بسبب رغبة في المنافسة، كانت بداية لعنة خالد وحبه للشر. كسر خالد أو غيره من العاملين لشروط الكازينو وانتقامه لكرامته كان كسر لتسيير عمر حرب لسيناريو الكازينو، وبالتالي هو كسر لسلطته. عشان كده كان بيرفض إن أي حد يعمل لنفسه كرامة جوه الكازينو. بتجري الأمور عكس تخطيط عمر حرب شوية، وبيبدأ خالد يستغل الشر اللي اكتسبه في إنه يلعب لمصالحه الشخصية، يفصل ترابيزة قمار لنفسه ويتدرب عليها علشان يقدر يكسب الزباين، يكسب حبيبة، يكسب زباين تانيين علشان يضمن ولائهم هما كمان، يخسر يحيى الدهان الراجل العراقي اللي ضربه بالقلم وكسر كرامته قدام الناس. عمر حرب بيستخدم حبيبة كطعم عشان خالد يضعف قدامها ويديها أرقام تلعب عليها في القمار وتكسب، وبكده يكتشف عمر حرب خيانته ويلعب من وراه. ساعتها يقدر يحسسه بالذنب طول الوقت،
على قد ما كانت خيانة خالد للرئيس عمر وكسره للقواعد حاجة مضايقاه ظاهريا، إلا إنها كانت مفرحاه داخليا، لأن دي كانت بداية تحقيق غرض الرئيس، وهو تحويل عمر لشخص ملوث وخاين وملاوع وخبيث. كل ده بيهيئه للغرض الأكبر، إن هو يكون موالي ليه في المستقبل وبكامل إرادته. عمر حرب كان عارف كل ده طبعا، كان بيستخدم قدراته في إنه يطلع على خيانة خالد، هو أصلا مفتعلها وقاصد يوقع خالد فيها. عمر حرب كان بيتعمد الحرب النفسية عن طريق إيحاء خالد بإنه خاين وغلطان. كنت عايز أعرف معدنك وظني طلع في محله. أنت الابن اللي طول عمري بتمناه. أنا عارف إنك بتمر بأزمة عاطفية، بس ما خبيش عليك، فرحت إنك اخترتني. وفي نفس الوقت يحسسه إنه شاطر ومحبوب وإنه رقاه، فيحسسه بالذنب أكتر. وبالفعل بيبدأ خالد مرة ورا مرة يحس بالذنب ناحية الرئيس عمر حرب، ومخه بيبدأ يتغسل تدريجيا. كده مرحلة الولاء الكامل بتقرب. بعد الحرب النفسية دي بيبدأ عمر حرب يهاجم خالد عن طريق الكوابيس اللي بيكشف له منها تصفيته لرواد الكازينو واحد واحد. بيقرر خالد في محاولة بائسة علشان يخلص من كل ده إنه يستقيل، فعمر حرب بيواجهه على المكشوف ويقول له أنا عارف إنك عملت كذا وكذا وكذا. بيستخدم معاه أسلوب القسوة اللي كان بطله معاه فترة كبيرة. وبعد ما بيلاقي أسلوب الترويع ده مخوف خالد لكن مش جايب معاه اقتناع ولا رضا، بيرجع تاني لأسلوب اللين وبيستخدم معاه كارت الإغراء. بيغريه بالسلطة، بيغريه إنه هيكون شريك ليه في الملك مش مجرد شغال عنده. فبيبدأ خالد ينصاع للإغراء ده فعلا، وعينيه بتلمع بحب السلطة، وبيترمي في حضن عمر حرب بكامل إرادته المرة دي. ولكن بيبقى عنده جزء من تأنيب الضمير بيبطله طول الوقت وبيحاول يخمده، اللي هو رجوعه للبيت. وبكده تنتصر جبهة الشر اللي هي عمر حرب، يكون حقق الهدف الأول في تاريخه، وهو إغواء فرد عن طريق الرضا والحب والإرادة الكاملة. كده بتتولد له هيئة بشرية أخرى في حياة أخرى في زمن آخر. لما يفنى جسد عمر حرب هيتجسد فيها. قولي، تفتكر على الجانب الآخر حياة لوجين عاملة ازاي؟ هل كان بينجح في تحقيق أهداف أكتر من عمر ولا أقل؟ تفتكر هل لوجين وعمر حرب اتقابلوا؟ طيب تفتكر اسم عمر حرب الحقيقي اللي اتولد بيه ايه؟ وفي النهاية قولي، هل أحسن سيناريست في بلدك يقدر يعمل اللي أنا بعمله دلوقتي؟ ما تنساش تقولي رأيك في تعليق، وتعمل لايك وسبسكرايب عشان الحلقات الجديدة، وتستنى محتوانا في رمضان إن شاء الله. سلام. هتسيب الناس تشتغل وتتعب وتيجي لحد عندك بإرادتها؟